إلقاء القبض على عاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، أحد أكبر مجرمو الحرب في سوريا، اللي راح فيها ضحاياها مليون سوري من فئة معينة. ولكن يا جماعة، عاطف نجيب هو ابن خالة بشار الأسد. بشار الأسد اللي معطيه صلاحيات بفروعة أمن السياسي في درعا، قلع أظافر الأطفال الكبار، النساء الختارة، وهو أول شخص بيعطي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين ب 2011، لأنه هو وبشار هو نفس الشيء، عم بيلعبوا نفس الفكرة ونفس الإجرام ونفس رفعت الأسد لما قتل الناس في حما أو في حلب، دمروها بسنة 81. فتصوروا نفس الحكاية، نفس السأر، هاي نفس العائلة اللي اليوم الحمد لله تم يعني إلقاء القبض عليه، وإن شاء الله بياخذ العدالة. انشروا هذا الفيديو واحفظوه. علاء خلف يحييكم، إلى اللقاء.